بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عمر الفراخ البيضة النهاردة 35 يوم. الفراخ الحمد لله ما شاء الله اهي قدامكم. الوزن وصل معايا لحد 2.5. ما عنديش تفاوت في الأوزان، ما عنديش كساح، ما عنديش نافق الحمد لله، ولا حتى فرخ واحد ولا حتى كتكوت واحد مات مني طول الدورة. الحمد لله على كل حال. طبعا دي حاجة كويسة جدا في الصيف. أغلب الناس اللي بتربي بيحصل عندها موت مفاجئ بسبب الحرارة العالية وبسبب الكتمة. الحمد لله أنا ما عنديش أي نافع. الفراخ دي يا جماعة أنا ربيتها من غير خلية تبريد، من غير شفاطات، مربيها عادي على المروحة. هنوقف أي علاج في الفترة الحالية قبل الذبح بحوالي أسبوع علشان ناكل ونأكل عيالنا حاجة كده نظيفة. طبعا ده الفرق بين التربية المنزلية وبين الفراخ اللي احنا بنشتريها من بره. هقول لكم على إضافات العلف اللي هتوفر معانا في تكلفة العلف، وكمان هتحسن معانا طعم الفراخ. هقول لكم على أعشاب هننزلها على العلف وهننزلها على المية علشان نضمن ان ما يحصلش عندنا اسهالات او برد في الفراخ تأخر معانا الوزن ونضطر ان احنا نعالج تاني. احنا عايزين نوقف الادوية خالص علشان ونستنى فترة سحب الادوية دي من جسم الفراخ عشان نقدر ان احنا نذبح. تابعوا معايا الفيديو للنهاية، متنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس. هقول لكم الاول على اضافات العلف اللي احنا هننزلها من بعد عمر الشهر. اول حاجة هنجيب حوالي كيلو من العيش الناشف وهنطحنه كده في حجم حبات العلف. هضيف عليه 2 كيلو من علف نامي 21%. طبعا احنا ما دخلناش العلف 19% الناهي علشان الحر. العلف ده سخن قوي في الحرارة، الفراخ مش هتستحمله وممكن تتكتم مننا وتموت. بعد كده انا جبت القمح نقعته ليلة كاملة وبعدين رفعته في مصفى وسبته يوم كامل لحد ما نبت. جنين القمح ده مفيد جدا، فيه فوائد كتيرة مفيدة لكل الطيور. ما ينفعش ان نحط القمح ناشف، الفراخ مش هتعرف تهضمه. بعد كده انا جايبه تركيبه عاملاها كده مع بعضها. جايبه معلقه كبيره من الحلبه، معلقه كبيره من الكزبره، معلقه كبيره من الكمون، معلقه كبيره من الشيح، وضفت عليهم معلقتين من الملح، 3 قرون من الشطه، وطحنتهم في الخلاط وحطهم كده في برطمان. وباخد من التركيبه دي كلها على بعضها معلقه كده وبضيفها على علف الفراخ، وبضيف معاهم كمان معلقة من الجنزبيل. التركيبة دي يا جماعة مفيدة جدا، وقاية من الإسهالات، بتقتل أي بكتيريا موجودة في الأمعاء، رافع مناعة، وقاية من البرد. يعني هتفيدنا قوي في الفترة اللي احنا مش هننزل فيها أي أدوية. معاهم معلقة من الشيح، معاهم معلقة من الكركم. هنقلب المقادير دي كلها يا جماعة مع بعض وهننزلها للفراخ. طبعا النسبة اللي أنا ضفتها على العلف دي نسبة التلت، يعني حطيت التلتين من العلف والتلت من الإضافات التانية. 3 أيام كده وبعد كده هضيف نسبة النص، يعني النصف هيبقى علف والنصف هتبقى إضافات تانية. بعد كده هقولكوا على حاجة تعملوها، تنزلوها على المية. هننزلها في الوقت اللي احنا منزلين فيه الأكل للفراخ، يعني مش هنزلها الصبح ولا هنزلها بالليل. طيب ليه؟ عشان الفراخ تشرب منها كتير، لان الفراخ بالنهار لما احنا شايلين من قدامها الاكل فهي مش بتشرب ميه كتير. انما اول ما هتاكل، وخصوصا التوابل اللي احنا حطيناها دي مع العلف هتخلي الفراخ تشرب ميه، هتستفيد من التركيبه اللي انا هقول لكم عليها دي كويس. هجيب معلقه من الكزبره وهجيب معلقه من الشيح واضيف عليهم ميه مغليه، هغطيهم كده في فنجان وهسيبهم لما يبردوا. وبعد كده هضيف التركيبه دي على الميه. يعني اللي انتوا شايفينهم في الفنجان دول انا ضفتهم على سقاية 4 لتر مية. السقوة دي مفيدة برضه، هتنضف معدة الفراخ، هترفع المناعة، هتنضف معدة الفراخ من أي بكتيريا، وتعالج أي كشة موجودة عندنا في الفراخ. بخصوص الفيتامين، فيتامين سي اللي احنا بننزله بعد الفجر. طبعا احنا قلنا ان احنا هنوقف أي أدوية، مش هننزل أدوية خالص، فاحنا هننزل بدل الفيتامين ليمون. هنجيب ليمون ونضربه في الخلاط بقشره وننزله على المية. مش هننزل بعد الفجر، هننزله من أول بالليل بعد ما الفراخ تشرب المية اللي احنا نزلناها اللي هي فيها الشيح وفيها الكزبرة. هننزل سقوة الليل الصبح. الصبح بقى هنشيل السقوة بتاعت الليمون دي وهنحط مكانها سقوة خل. الخل هيفضل طول اليوم قدام الفراخ. هتغيري المية، هتزودي مية ساقعة، هتحطي مكعبات. المهم ان من بعد ما نشيل الليمون الصبح لحد لما ننزل للفراخ الاكل ده، وهننزل له المية اللي انا بقول لكم عليها اللي هي فيها الكزبرة والشيح، هندي الفراخ تشرب خل. الخل هيوقف معايا نشاط اي بكتيريا، هينضف لي الامعاء، وهيساعد معايا كمان في رفع الوزن. كل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي يا جماعه ان شاء الله هتساعد معانا في رفع الوزن باذن الله. قبل ما اذبح الفراخ دي انا هبقى اوزن معاكم الفراخ وهشوف الوزن وصل معايا لحد كام. في نهايه الفيديو تحيه طيبه مني لكل المتابعين.